السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. دلوقتي يا سيدي، أحمد سيد زيزو نجم كبير ولاعيب كبير ومن أفضل لعيبة في الدوري المصري ويمكن كمان من أفضل لعيبة اللي في المنتخب دلوقتي. هو اتكرم مع لعيبة الأهلي بجوائز كأحسن باك يمين، أحسن جناح يمين، وتكرم طبعا. يعني كان اغلبيه الجوائز للاهلي، حسين الشحات افضل لاعب، وياسر ابراهيم ومحمد محمود واسمه ايه جديد، انا ناسي اسمه، ومروان عطيه. تمام. فهو اتكرم معاهم، كل واحد خد دور في الملعب واتكرم بناء عليه والدنيا. زيزو ليه كل التحيه، ولكن انا بيستوقفني جمله دايما اللي هي ايه، يعني هو بياكل جمهور الزمالك بكلمتين، اللي هو ايه، جمهور الزمالك جمهور عظيم وكل حاجه على عيني وراسي، وهو بيشجع عشان ياخد بطولات، مش بيشجع عشان بياخد بطولات. يعني انا لحد دلوقتي الجمله دي هتجنني. يعني بص يا سيدي كده، فكر معايا. احنا دلوقتي بيقول لك يعني بشجعه عشان ياخد بطولات. يعني انت في الاساس بتشجعه عشان ياخد بطولات. طب وهو اذا كان هو اصلا بياخد بطولات، الاهلي لو في بطوله واحده فريق الاهلي خرج منها، الجمهور بيزوم، ما هو عايز البطوله. يعني ما انا بشجع فريق عشان بطوله وهو بياخد بطولات، فبالك بقى لو هو بياخد بطولات ومتعودين على البطولات، فلما بيكون ما فيش بطوله احساسنا بيبقى اصعب. لكن انت جمله ملهاش اي معنى بصراحه، انت بتطلعها حجه لفريقك كنادي الزمالك عشان هو ما بياخدش بطولات. ما انت بتشجعه عشان ياخد بطولات. انت يوم القضيه كنت هتموت وتاخد بطوله وتمحي تاريخ الاهلي. انت في افريقيا هتموت على بطوله من 2002. يعني انت وضعك ايه؟ يعني الجمله دي جمله تسويقيه كده، جمله في الفنانس، يعني جمله حبشتكنات. فانت يعني غريب قوي. بنشجع النادي عشان ياخد بطولات، ما بنشجعهوش عشان ياخد بطولات. لا يا حبيبي، انا بشجعه عشان ياخد بطولات، وعايز ياخد بطولات، وهو بياخد بطولات، وهو فريق بطولات، وهو بسبب البطولات دي هو اكبر راعي رسمي، هو اكبر يعني فريق في افريقيا ميزانيه، هو اكبر شعبيه في افريقيا والوطن العربي، هو يتفوق على ناس كتير قوي. قبل صفقات السعوديه كنا من افضل الناس بنعمل صفقات، واكبر ميزانيه واكبر شعبيه. ففريق الاهلي يعني ما اعرفش، يعني ده موضوع غريب قوي. الجمله دي هي مش شايفها غير ضحك على الدقون، وبعض الحاجات الفيك اللي طلعت يصبروا بيهم نفسهم على المأساة اللي هم فيها كالعاده، زي ما في الطبيعي ان هو بيرمي كل مشاكله على الاهلي وعلى الدوله. يعني قال لك ميزانيه الدوله ومش عارف ايه، والاهلي نادي الدوله يا باشا، انت اللجنه الجديده جدولوا لكم ديون من مليار ومش عارف كام ل 400 مليون جنيه. يعني انتوا ايه؟ انتوا اي حجج في اي اتجاه. فدايما بنحط تحت الحجج دي مليون خط. يعني في مليون خط كده بيتحطوا ان انت فقاعة وهم انت عايش في وهم اسمه المبادئ والالفاظ والحياه وحب الجمهور وحب النادي. انت بره السوشيال ميديا كنت بتبقى بعيد عن الكوره، قعدت 10 سنين ما حدش بيتكلم عن الكوره، ودلوقتي انت ما بتتكلموش عن الكوره، انت ما بتعرفش تواجه حد وجها لوجها كده، فبتكتب على السوشيال ميديا، فاي كلام بقى على السوشيال ميديا بقى، نجم مصر مش عارف مين، الزمالك مش عارف ايه، وانتوا وراكوا بلاوي. فدي جمله دايما بتستوقفني. يعني انا نفسي فعليا افهمها، بشجعه عشان يكسب، مش بشجعه عشان بيكسب. ايش هذا والله، ايش هذا؟ ما هو نفس المعنى. يعني ما انا عايزه يكسب فلما بيكون بيكسب دي حاجه كويسه، فانا مش عايزه يخسر بقى. انا كجمهور اهلي مش عايزه يخسر، عايز كل بطوله يخشها ياخدها. فانا بشجع الاهلي عشان ايه؟ عشان بيكسب، عشان بياخد بطولات، عشان اكبر فريق. تحيه للاهلي وجمهوره اللي بيفهم كوره. سلام.